يسعد صباحكم حبايب قلبي. اليوم راح أشرح لكم عملية إضافة الفيسات بشكل أكبر على كيبورد الآيفون. أول شي لازم يكون عندنا جيل بريك، نروح للستيديا، لازم نضيف سورسين. السورسات راح تكون مضافة على نفس الشرح على اليوتيوب في الوصف في الأسفل. نضيف هالسورس اللي هو h7v، واضح قدامكم h7v.org، وراح نضيف سورس I love Apple سيديا I love Apple. إضافة السورس عن طريق added اللي هو added مثلا h7v.org. نحط added source، راح يضاف معنا السورس. طبعا أنا مضاف عندي السورس سابقا، بس هذه عملية إضافة السورس. نختار added anyway، طبعا أنا مضاف عندي ماني محتاج أضيفه. بعدين مباشرة نروح للسيديا، نروح للسيرش، نكتب VMO، واضح قدامكم GI سبيس X6 اللي احنا راح نختاره، هذا نثبته. عملية التثبيت زي كذا، نضغط عليه بعدين نختار Uninstall Confirm. طبعا أنا مثبت اللي هو X6 آخر إصدار. طيب هذا وش نستفيد منه؟ لو رحنا نحول على الأرقام الإنجليزية، رقم 1 ما راح تطلع معنا هنا، لازم نطلع من الستيديا. رقم 1 4 5 طبعا إلين آخر شيء، كلها اختصارات. 9 حالات، نختار الحالة المناسبة. 0 رموز. طيب عندنا الشغلة الثانية اللي راح نضيفها للكيبورد اللي هو النصوص العربية، مثلا حرف ال H أو ال K، حرف التاء المربوطة، حرف الهاء، حرف الكاف، الألف المقصورة. طبعا الحروف اللي ممكن نعدل عليها. كيف نسوي هذا؟ نفس الشيء عن طريق السيديا، نروح على سيرش، نكتب بالإنجليزي عربيك سبيس كي، يطلعنا عربيك كيبورد، ونثبته نفس الطريقة، وراح يضاف لنا الكيبورد العربي. وبكذا نكون أضفنا فيسات أكثر. أوكي، طبعا إضافة الفيسات العادية اللي هو تروح عن طريق الإعدادات، عام، لوحة المفاتيح، إضافة لوحة مفاتيح. طبعا معليش أنا بحذف الصينية، بحذف الإيموجي، إضافة، اختار إيموجي. كذا يكون أضفنا الاختصارات. حلو. هذا حسابي على تويتر الهزازي 20، قناتي على اليوتيوب لحن تيفي. أشوفكم في شروحات ثانية. أخوكم لحن الأماني.